السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة فيسيرا كويزين. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة بنينة من أشهر الوصفات الهندية، خبز النان الهندي. يجي طري وخفيف، من أشهر الوصفات في العالم، تقدروا ترافقوه مع عدة أطباق. تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة باش تتعرفوا على طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج 500 جرام فرينة، نصف كاس حليب دافي، ربع كاس من الماء الدافئ، كاس ياغورت ناتير، ملعقة سكر، ملعقة ملح، ملعقة كبيرة خميرة فورية، 2 ملاعق زيت. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة نبدأ بها نضيف ملعقة السكر والخميرة في كاس الماء، لازم يكون دافي، ونخلوها تخمر مدة 10 دقائق. من جهة أخرى نجيب الفرينة ونقوم بإضافة الملح والزيت والياغورت ناتير، ومن بعد نضيف الخميرة بعد ما خمرت، ونخلط جميع المكونات مع بعض. من بعد نبدأ بإضافة الحليب بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية ومتماسكة. والآن نعجن العجينة نتاعنا حوالي 8 دقائق حتى نتحصل على عجينة تكون رطبة. ودرك في هذه المرحلة بعد ما عجننا العجينة نغطيها ونخليها تخمر مدة ساعة حتى يتضاعف الحجم تاعها. ودرك بعد ما خمرت العجينة مدة ساعة وتضاعف الحجم نتاعها، في هذه المرحلة نقسم العجينة إلى أجزاء، نشكلوها على شكل كرات ونخلوها أيضا ترتاح مدة 5 دقائق. بعد ما خليناها ارتاحت مدة 5 دقائق نبداو نفتحو في العجينة على شكل دائري أو بيضاوي. لازم العجينة ما تكونش رقيقة ياسر وما نخليوهاش خشينة. بالنسبة للفرماج لازم نديروه في المرحلة هذه كما موضح في الفيديو. من بعد نفتحو العجينة نتاعنا، بعد ما فتحناهم نخلوهم يرتاحوا مدة 5 دقائق باش نبداو نطيبو فيهم. من جهة أخرى نروحو نحضروا مع بعض هذه الصلصة اللي راح يكون فيها زبدة تكون ذايبة، نديرو لها ثوم ومعدنوس نحتاجوها في الأخير باش ندهنوا بها الخبز نتاعنا. والآن وصلنا لأهم مرحلة، لازم تكون المقلة ولا الطاجين مسخنين من قبل مليح. بالنسبة للنار لازم تكون قوية مع البداية، من بعد نقصولها ونخليوها متوسطة. كنشوفوها بدات تخرج الفقاعات، هنا في هذه المرحلة نقلبوها على الجهة الأخرى. في هذه المرحلة بعد ما طاب الخبز نتاعنا ندهنوه بالصلصة اللي وجدناها من الجهتين، راح تمد مذاق روعة. وفي الأخير هكذا نكون حضرنا مع بعض وصفة خبز النان الهندي خطوة بخطوة. وصفة سهلة سريعة ونتيجتها مضمونة. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا على متابعتكم، موعدنا في وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، السلام عليكم.